اهلا بحضراتكم مره ثانيه. ناقشنا في الفقره اللي فاتت احوال الاطباء، ودلوقتي هنناقش احوال المهندسين. الحقيقه برضو المهندسين بيرتبطوا ايضا، يعني عملهم بيرتبط بسلامه المواطن المصري، وبالتاكيد منشآت، محطات كهرباء، محطات صرف، محطات ماء، يعني تتماس جدا مع حياه يعني المصريين بشكل عام. خلينا نرحب بقى لان مفيش وقت، السيجمنت قصير جدا. خلينا نرحب كده من اليمين للشمال المهندس محمد اسامه، احد مؤسسي حركه احياء كرامه المهندس. المهندس اسامه بسيط عضو المجلس الاعلى لنقابه المهندسين ورئيس لجنه الرعايه الصحيه. المهندس محمد عبد الرحمن ايضا احد مؤسسي حركه احياء كرامه المهندس. وقتنا ضيق، عايز اسمع منك بقى يا محمد بسرعه ايه موضوع حركه احياء كرامه المهندس، وعايزين ايه، وعايزين تروحوا فين، وعايزين ايه من نقابه المهندسين؟ تمام. البدايه معانا المهندسين حديث تخرج او اي مهندس دلوقتي بيعاني معاناه رهيبه في سوق العمل المصري. المهندس بقى شغال سواق ميكروباص، المهندس بقى شغال في محل البان، المهندس بقى شغال كاشير في مطعم، ومش لاقي فرصه ان هو يشتغل سواء خاص او عام. غير المطالب بتاعتنا اللي احنا ان شاء الله محضرينها هنقولها للباشمهندس اسامه. باشمهندس اسامه المهندس بيشتغل سواق ميكروباص، وحضرتك عضو مجلس نقابه المهندسين الان. بص حضرتك، هو انا لسه كنت قاعد حتى مع الدكتور خيري، وعندنا مشكله طبعا حقيقه في يعني اقتصاديه، طبعا ركود اقتصادي، ازمه اعداد غفيره بتطلع من كليات الهندسه بالذات، اصبح في معاهد هندسيه و فالنهارده ومعاهد خاصه. فالنهارده انت بتتكلم على 22,000 مهندس بيخرجوا لسوق العمل. سوق العمل قد لا يحتاج ل 8,000 مهندس. بلس الحاجه المهمه اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، الركود الاقتصادي العنيف اللي موجود. فده كله طبعا بيبقى قاسم صعب جدا. النهارده انا بتكلم مع المهندس محمد ومحمد قبل ما ادخل، هم من القاهره. ده النهارده مهندس القاهره قد يكون افضل بكتير في ظروفه وظروف عمله. يعني النهارده لو انت، يعني احنا اتحركنا كتير في المحافظات، قد معاناه حقيقي، يعني معاناه المهندسين في المحافظات اكثر بكثير من مهندسي القاهره والاسكندريه. ودي حقيقه لازم يبقى في نظره، يعني انا جاي نتكلم عنها واكيد لازم نتكلم عنها. لازم نظره حقيقيه في تحديد احتياجات سوق العمل وتحديده مع عدد الكليات. وده اللي احنا بنطالب فيه دلوقتي بالنقابه، وبعتنا جواب. ودي المشكله مش بتاعتنا بالذات، انا لسه قاعد مع الدكتور خير عليها. دي مشكله الاطباء والاسنان والصيادله والمهندسين في ان دي كليات القمه وعليها اقبالها عنيف، وبقت نوع من انواع البيزنس للاسف في التعليم. فالنهارده بقت اعداد غفيره بتخرج لسوق العمل قد لا يحتاجها باي شكل لسوق العمل، علاوه على مستوى المتدني يعني للاسف من التعليم للمهندس. حتى السوق الخارجي اللي كان كتير جدا ان احنا سوق مستوى متدني فين؟ انهي في التعليم المهندس بشكل كل المهندسين حتى جامعاتنا الحكوميه؟ مش عايز ازعم هذا، بس على الاقل المعامل ممكن اعاده النظر ليها، واحنا عايزين نشوفها يعني. يعني لازم يبقى بحث حقيقي لجميع الجامعات، يعني عشان ما نخصش الجامعات الخاصه. وفي جامعات خاصه النهارده برضو متقدمه، او الجامعات بالذات اللي ممكن تكون ما يسمى بين قوسين كده الاجنبيه، محتاجين نشوفها يعني. لان ممكن تكون هي افضل النهارده. والجامعات الحكوميه في جامعات جيده، وبالتاكيد في جامعات تحتاج الى دعم بشكل افضل. لان النهارده المهندس اللي كان شايل الخليج وداعم للخليج، النهارده بيحل مكانه المهندس الهندي وما الى ذلك. صحيح. فالنهارده ده اللي بيحصل ايه؟ ان سوق العمل بيزداد طبعا بالتكدس، وانك انت مش قادر تطرح. انا لسه برضو عندي افكار ازاي نطرح بعض الافكار اللي بره الصندوق اللي تسحب عدد من المهندسين لسوق العمل. طيب مهندس محمد عبد الرحمن، معلش انا هاخد كده اللقطات سريعه. انت حضرتك خريج كام؟ سنه كام؟ 2012. اخبار الشغل معاك ايه؟ لقيت شغل؟ هو انا يا فندم طبعا زي اي مهندس اتخرج خد فتره من ما ابتدى يلاقي وظيفه شغل، بس طبعا وظيفه الشغل لقيتها على المستوى الخاص، القطاع الخاص اللي هو طبعا ما بيرحمش وعايز يديك اقل مستوى من المادي والتعامل المهني والتعامل الكرامه، وفي نفس الوقت عايز منك شغل طول الوقت واكتر وقت. بس خليني بس سريعا، انت سالت عن احياء كرامه المهندس. اتفضل. يعني حركه احياء كرامه المهندس هي بتولد من رحم كل معاناه اي مهندس بيتخرج، سواء حدث تخرج او بقاله فتره. يعني كل واحد بيتخرج عنده الاحلام الورديه بتاعت كل مهندس، ان راجل مسؤول عليه انه المهندس ده مسؤول ان هو يطور حضاره اي مجتمع. فاذا خرج لقى صدم بالواقع ان هو بيخرج يلاقي مستوى متدني جدا، من ما فيش وظائف في الشغل، ما فيش كرامه، بتخش حتى لو لقيت وظيفه بتلاقي معامله سيئه جدا. المهندس بيبقى اقل من حاجات كتير، اقل من المشرف، اقل من المقاول، فبيصطدم بالحاجات دي كلها. ما فيش مقابل مادي، ما فيش اصلا وظيفه شغل، لو لقى بيشتغل في حاجات غير مجاله. فبالتالي انت كده هدمت اللي هو اكبر ركيزه عندك بتاعت تطور اي مجتمع. اي مجتمع عايز يتطور لازم يكون المهندس الركيزه اللي عنده الوحيده، فانت هدمتها.
فاحنا من هنا اتولد المعاناه. احنا مجرد صوت، احنا مش بنمثل، احنا مجرد صوت لالاف المهندسين تحت كل سنه زي طب عايز ايه من النقابه يا محمد؟ يعني النقابه انت دلوقتي ما عشان كده نقطه مهمه قول لي حضرتك قلت طلباتك النقابه. انا إيه مش من جاي نقابة هنا المهندسين؟ انا مش جاي بعد النقابه. انا عايز اقول نقطه في اللي هو اللائحه بتاعت النقابه، اللي هو الاول ماده 2 بتقول نعم تعمل النقابه على تحقيق الاهداف الاتيه: الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين، والمحافظه على كرامه المهنه، ووضع تطبيق وضع تطبيق الاسس الكفيله تنظيم ممارسه المهنه واداء واداء النقابه اللي هي من الاخر ان انت بتحافظ على المهنه من ناحيه التعليم والمهنه. من ناحيه التعليم باشمهندس اسامه قال ان التعليم فيه مستوى مدني، تمام انا متفق معاك، والتعليم فيه مستوى مدني وفي جزء خاص عايز يتراجع ماشي، بس ده انا مش مشكلتي كطالب، انا مشكلتي كمهندس اتخرجت. انا مشكلتي ان انت كتعليم وتدريب انت مسؤول عن النقابه انك توفره. انا بتكلم كنقابه ان انت دي وظيفتك، انت راجل مسؤول كانتخابات جيت عشان تؤدي الدور ده. في مشاكل بتواجهك انا معاك، بس المشاكل دي هتفضل موجوده. انا مش عايزين كشغل نقابه او شغل حكومي كل ما حد بيتكلم مسؤول لان في مشاكل واحنا بنعالجها، لا في مشاكل وبتزيد. يعني انت كل سنه بيجي لك بعد 10 بيبقى 20000 بدل 30000، فانت بتزيد عندك لاجئ. طيب انت شايف ان النقابه يعني المفروض ان هي تلاقي لك شغل، مش ولا ان هي تحفظ كرامتك اثناء العمل، ولا بعد انك ما تسيب العمل يبقى في فتره بينيه بتاخد فيها مثلا حاجه زي معاش استثنائي صغير لغايه ما تلاقي شغل؟ يعني فين الدور اللي انت عايزه محدد عشان النقابه تفكر فيه وتشتغل عليه؟ بص حضرتك الدور المحدد في مجموعه الطالب احنا طلبناها بيها. يعني احنا لما احتكينا مجموعه مهندسين لمينا مجموعه مطالب بتمثلنا، انا هخلي المهندس محمد يعرضها، بس انا بشكل سريع بقول ان احنا جايين بنعرض صوت المهندس ده عشان النقابه تسمعنا. يعني احنا مجرد صوت للمهندس، النقابه لازم تسمعنا في الموضوع ده، فاستاذنك مهندس طيب محمد. اتفضل يا باشمهندس محمد. تمام. احنا المطالب بتاعتنا عباره عن البرنامج الانتخابي يعتبر لتيار الاستقلال اللي محسوب عليه الباشمهندس اسامه بسيط. تمام. يعني من ضمن الحاجات الباشمهندس نقيب المهندسين طارق النبراوي طلع قال احنا هنعمل برنامج تدريبي ضخم لكل المهندسين بحيث ان احنا نقدر نقدم لسوق العمل. كل اللي حصل اللي احنا شفناه حصل ملتقى توظيف وتدريب في كليه هندسه جامعه القاهره اقل ما يوصف بيه بالخزي والعار. ده كان عباره عن سنترز الكورسات خاصه وعباره عن شركتين بالظبط جم شركتين، وعدد المهندسين كان رهيب. يعني حضرتك لو دخلت مثلا على الفيس او اي حاجه هتلاقي الناس كلها بتشتكي من الموضوع دوت. فاحنا مطالبنا عباره عن البرنامج الانتخابي اللي المفروض ترى ملتقى توظيف يعني كان معمول عشان تروحوا تقدموا فتلاقي وظائف شغاله في شركات فتشتغل. تمام. ما حصلش ما كانش في شركات اصلا غير هم شركتين والباقي كله سنترز الكورسات. كورسات يعني هم عايزين فلوس بقى، عايزين تيجوا يعني عشان هم من الاخر احنا جايبينها يعملوا علينا مصلحه. ايه تاني؟ عايزكم تجمعوا كل حاجه عشان اسامه يرد. اول حاجه في المطالب بتاعتنا عوده التكليف. وبس عوده التكليف هتكون بشروطنا احنا، تكون عوده التكليف واختياري مش اجباري، بحيث ان التكليف ده لما اترفع قبل كده كانت الناس بتعاني منه. فاحنا نشوف سلبياته ايه وايجابياته ايه ونبتدي ناخد الايجابيات بتاعته ونطبقها. تمام. تاني حاجه النقابه المفروض تعمل على توفير فرص عمل للمهندسين. واحنا صحيح. يعني في حلول قدامنا ان هي مثلا بالنسبه لاي منشاه هندسيه دلوقتي بتروح تجدد التراخيص بتاعتها، المفروض النقابه تفرض عليها ان يبقى معاها على الاقل مهندس، والمهندس ده شغال مش مجرد مديهم الكارنيه. هو اتحاد المقاولين عشان تعمل فئه لازم يبقى عندك مهندس بس فعلا وحسب الفئه عدد المهندسين بيزيدوا، يعني فئه 7 مهندس واحد، وكل ما تزيد الفئه فده مش دور للنقابه. يعني النقابه اكتر حاميه للحقوق، يعني دايما الدور النقابي ان هي بتحمي الحقوق. ممكن تمام. تساعدك انك تشتغل، بس انا عايزك تقول لي على حقوقك، بمعنى ان من حقك انك تشتغل، بس انا ما اقدرش في النهايه اقول ان النقابه ملزمه تعين الناس كلها. اكيد طبعا. تعمل تاهيل وتعمل يعني مؤتمرات توظيف ويكون فيها اكتر من شركه، انا معاك 100%، بس ده مش الدور الاساسي. عايزك تكلمني عن كرامه المهندس وحفظ حقه، مش بس مساله التشغيل. تمام. ايه تاني عايزه؟ انا ممكن احكي عن واقعه في وقت قصير كده اهوت. انا الحمد لله الاسبوع اللي فات كان جالي تعيين في شركه قطاع عام بدون ذكر اسمها. وبعد ما رحت الشركه، هي طبعا كانت في اخر الدنيا في سينا، لقيت المهندس اللي هناك سكنني مع العمال وهو قاعد في استراحه ثانيه خالص. فكلمته قلت له يا باشمهندس انا دلوقتي قاعد مع العمال، مش ده الوضع اللي انا متفق عليه. راح قال لي والله هو ده اللي موجود واذا كان عاجبك. ده وضع نقابي. تمام. ده تساؤل نقابي مهم. تمام. اكمل برضه معلش. طبعا. رجعت كلمت نائب رئيس مجلس الاداره بتاع الشركه، لقيته بيقول لي طب اتحايل على المهندس واقول له معلش ده انا هنفعك وممكن بعد كده يبقى ياخدك يسكنك معاه. طيب يعني خلينا نجمل الكلام ده ونقول تحسين ظروف وبيئه العمل بالنسبه للمهندس والحصول على كرامته اثناء تاديه وظيفته، ان ياخد حقه وكرامته كامله. تمام. ايه تاني عندك؟ كادر. خلصت الاجنده عليه.
اعداد وصياغه كادر خاص بالمهندسين. لا ما انا حافظ النقط وهقول لحضرتك اعداد وصياغه كادر خاص بالمهندسين. يعني مهنه هندسه ما تقلش ابدا عن مهنه طب وصيدله. فمش معنى ان المهندسين ما طلبوش بحقوقهم الفتره اللي فاتت ديت ان هم راضيين وساكتين. بس كادر خاص ده ليه علاقه بالحكومه بس. تمام. النقابه بتتحدث باسمنا. تمام. النقابه المفروض بتمثلنا. تمام. طيب عندك حاجه تانية؟ زياده في حاجه اسمها بدل تفرغ للمهندسين اللي هم شغالين في القطاع العام. بدل التفرغ دوت المفروض ان هو دلوقتي 30%. ده حوالي 120 جنيه في الشهر. فده عشان مهندس ما يشتغلش شغلانه ثانيه. طب هم 120 جنيه دول هيعملوا له ايه؟ فاحنا بنطالب بزيادته. طيب. خامس حاجه زياده المعاشات. يعني بنشوف معاشات 450 جنيه للمهندس اللي هو المفروض بيعول عليها اسرته كلها. ده بعد ال60. ده بعد 60. بقى 550 حاليا. 100 جنيه برضه ما تعملش حاجه. المطلب السابع حمايه المهندسين اللي عاملين بالقطاع الخاص بوضع النقابه طرف في كل العقود اللي ما بين المهندس وما بين المقاول، بحيث ان احنا نفض اي نزاعات ما بين الاثنين. وطبعا ده احنا بنزود برضو الموارد بتاعه النقابه، يعني دي مش حاجه لينا، بنزود الموارد بتاعه النقابه بخلال ان هي هتاخد نسبه من المقاول ونسبه من المهندس. طيب. كفايه على دول. خلينا نسمع باشمهندس اسامه بس بقى وقت نرجع لحاجات ثانيه. طيب باشمهندس اسامه عايز اجمل كده المسائل. احنا امام مجلس نقابه منتخب كان معظمه في مهندسين ضد الحراسه، قاموا بدور كبير على مدى 20 سنه و30 سنه، ودايما بيبقى الناس عندها مخاوف من انك الدور الاعتراضي والصوت الاحتجاجي بتؤديه بقوه شديده، لكن النهارده هذه النقابه وهؤلاء الافراد المحترمين في موقع المسؤوليه وعليهم ان هو يحققوا طلبات المهندسين المصريين. مساله كرامه المهندس دي انا بسمعها بقالي فتره على فكره، يعني الكلمه دي مش عارف ليه في وجع في كرامه المهندس. انت عارف انا كنت عضو في النقابه اللي قبل دي منتخب برضه ومهندس. فكره كرامه المهندس لا وجعانه. فمحمد اثاروا موضوع مساله التشغيل والمؤتمر اللي حصل فيه مشكله، حضرتك رد لي عليها في ايجاز. بص هو حضرتك بعيدا عن قضيه المؤتمر هي قضيه سوق عمل. انت بتخاطب كل الشركات، احنا بنخاطبين اكتر من شركه لايجاد فرص وابتدينا نوجد حلول. بس خلينا الاول في المجمل العام ما هو عمل النقابه. النقابه ليها دورين، دور تقديم خدمات للمهندسين والدفاع عن مصالح المهندسين. صحيح. اكتر من كده يبقى ده المحدد اللي احنا هنخرج منه، يبقى احنا هيبقى فيه التباس. ما احنا معاك في الدور ده، قلنا يعني مش دورك يعني انك تشغل، مش دور اصيل لكن دور معاون يعني. لكن احنا خلينا برضو لا ولينا دور. يعني النهارده ان اكيد هيبقى لينا دور مثلا في عقود العمل، يعني برضو في المطالب ليهم ان عقود العمل، وده بنحاول نسعى عليه ان مثلا لما يبقى في عقود عمل النقابه تبقى محامي المهندس في اي مشكله تحدث ليه في مكان العمل بتاعه. ده شيء مهم جدا، لان احنا النهارده بنعاني برضو من مشاكل. النهارده المهندس محمد بيقول عنده مشكله مع احدى الشركات، وللاسف دي شركه عشان هو ما طرحهاش، دي شركه رئيس مجلس ادارتها مهندس. ما بالك بقى المأساة الأكبر اللي احنا بنعانيها مع المهندسين النهارده، اللي هو شركاتهم مثلا محاسب بيشتغل في بنك، مهندس بيشتغل في بنك، فطبعا رئيسه هيبقى محاسب. مهندس شغال في وزارة الصحة، فتلاقي مهندس في وزارة الصحة النهارده بعد الكادر الطبي مثلا المهندس بيتقاضى أقل من معهد فني صحي، لأن هو مش في الكادر. فدي النهارده مصيبة تانية. احنا وقفنا وقفة قويه جدا في النقابه، وعملنا اكتر من مؤتمر لبحث هذا الموضوع، وخاطبنا وزير الصحه وقابلناه لبحث هذه المشكله. دي المشكله الاقي مهندسه او مهندس في وزاره في الدفاع المدني يعني تبع الداخليه، امين اللي هو مندوب الشرطه بيقبض اكتر منها، وهي عندها مثلا ممكن المهندس ده ولا المهندس ده يبقى 50 سنه او 45 سنه. ده امور كلها مجحفه بالعمل الهندسي. وعشان كده الحل في الاطار العام فكره الكادر، يعني مطلب الكادر ده مطلب نقابي، واعتقد المهندسين بيتكلموا عليه على الاطباء بقى لهم 4-5 سنين في نضال حقيقي ونضال نقابي. يعني مش لا داعي لذكر اسماء لان انا اتفاعلت معاهم باكتر من مره، لان برضه ليا كان دور نقابي بشكل او باخر. فهم مطلبهم بقى له 5 سنين وبيشتغلوا عليه، عملوا اكتر من اضراب، وصلوا اكتر من حل. لكن هو طبعا الشيء المؤسف ان يبقى احنا يعني ان احنا بنطالب بيه من بقالنا فتره، وبنتمنى طبعا لان رئيس الوزراء يعني راجل. حضرتك بتقول دلوقتي المهندسين يستنوا 4-5 سنين لا زي الاطباء؟ لازم يحصل نضال. طيب يعني مع النضال النقابي. طيب عشان الكادر بند الكادر الخاص حضرتك اثرته. انا في البند اتفضل. الكادر اوريدي خلص. تمام. هيناقش في المجلس الاعلى الشهر ده. تمام. بحيث يطرح للنقاش، واتعمل نقاش داخلي وجزء منه النقاش المجتمعي طبعا، لانك انت هتطلب من الحكومه تمويل ليه. للاسف احنا كنا في مؤتمر مدني، رئيس الوزراء رفض فكره الكادر بشكل صعب شويه، لكن طبعا احنا بندعو رئيس الوزراء مهندس مدني. مهندس، ما ده نقطه ثانيه يعني، وده مهم. وبعدين في
قطاعات كتير قوي من الدوله تم الاصلاح يعني. بس انا شفته حضر يعني يوم تفوق المهندس المدني ده وموجود في شيء كل يحسب ليه مناسبات بصراحة يعني، النقابه بنشكره عليه يعني. والاتحاد. بنشكره عليه، قصدي بيشارك يعني يعني لكن مهتم. احنا عايزين الجانب الاخر يعني. اتقدم له مشروع يا باشمهندس؟ المشروع لسه موجود، طيب بس هو يبقى رفض الراجل الفكره لسه. من مطلقها. فكره ايه؟ فكره الكادر. اه قال لك مفيش ميزانيه ليه. تمام. عشان كده هم حتى طرحينه ورابطينه ببعض الافكار الثانيه مالهاش علاقه. تمام. قال لي مفيش ميزانيه. احنا محتاجين نضغط طبعا، لان مش معقوله زي ما بقول لحضرتك في الاخر عشان في كادر اطباء يبقى المهندس اللي شغال في وزاره الصحه هيتقاضى اقل من معهد صحي، مش حتى زي الصيدلي مثلا. فطبعا حاجه مخيفه. محتاجين الشباب معانا، محتاجين عمل نقابي حقيقي وتدخل، ولسه داعيهم واحنا قاعدين بره للعمل في لجان النقابه، لان ده شيء مهم جدا، لان اللجان مفتوحه للجميع بشكل مختلف. مكتب النقيب الراجل فاتحه. ازاي اللجان مفتوحه للجميع يا باشمهندس؟ يعني اللجان يعني بطبيعتها انت عارف طبعا، انت كنت في النقابه وانت عارف يعني اللجان تم فتحها لاي مهندس بيحب يخش اللجنه يخش. ولغايه دلوقتي لو حد عايز ينضم لاي لجنه للعمل باقتراحات او بالتفاعل او بالمشاركه كعضو متاح، لان ما دام هو معاه كارنيه للنقابه فمن حقه انه يبقى متفاعل مع لا يعني اي مهندس يقدر يحضر لجنه، يقدر يحضر على الاقل مدني او مجلس كهرباء او كمراقب. لا مش الشعبه، لكن اللجان بتاعه يعني في لجنه للكادر، في لجنه للرعايه الصحيه. يحضر اللجان دي من حقه، ولو عنده مشكله بيجي يعرضها. تمام. وبنستمع له باستماع جيد واذاننا صاغيه وبنحاول نحلها. يعني انا رئيس لجنه الرعايه الصحيه، بيجي لنا كل اسبوع مشاكل من المهندسين بنقعد معاهم ونحاول نحلها. اخرها مهندس عمل عمليه وما عملهاش وبحاسبوهم بقاله سنه ونص، خدنا في المجلس ده قرار حقيقي واضح وفلوسه استردها بالكامل. انت ماسك ملف تقيل جدا. الرعايه الصحيه بتصرفوا مبلغ كبير. وعايز اقول لحضرتك السنه دي في الرعايه الصحيه عشان نتكلم برضو كقطاع خدمات، في تحسين رهيب حصل في الرعايه الصحيه، وبدأ المهندسين لمشاهدته بشكل واضح. رفع الحد السقف التاميني من 12,000 ل 15 ده تم. في تم بنفس القيمه بس بنروح نودي الكوبونات يقول لك لا ده استشاري ولا ده رفعنا النقطه دي. ليه؟ ده اسمه محمود. ونلاقي الكوبونات دي في الاخر بنحطها في البيت. انا رفعنا لحضرتك النقطه دي نقطه كويسه. هو الاطباء كان مشكلته ان هو مش عايز ياخد 60 جنيه لانه حاسس انه على رفعنا ل 80، لان ما حطيناش راسنا في الرمله وقعدنا على نفس الاسعار القديمه. مراكز الاشعه اللي كان عندها مشاكل رفعنا الرقم، المعامل رفعنا الرقم بحيث ان احنا نتفاعل بشكل حقيقي مع الاسعار الحقيقيه اللي موجوده في السوق. التجديد مطروح لغايه اخر يناير وبنفس قيمه السنه اللي فاتت لغايه اخر يناير. وبعدين الخدمه نفسها اتعملت بشكل جيد جدا. تجديد البطاقه. واتمنى ان انتوا كأنت في بدعوا، وانا قلت لميري انكم بدعوكم انكم تعملوا لقاء مع المهندسين جوه النقابه، بحيث يبقى فعلا هل الخدمات اتحسنت ولا لا. طيب. فالنهارده الخدمات اتحسنت، الاداء اتحسن، المهندس بيجي يقعد على كرسي بفكره كرامه المهندس لغايه ما بيتنده بالرقم مش بالطابور اللي واقف فيه. المهندس اللي فوق ال60 سنه بيجي له واحد من العلاقات العامه ياخد له كل اوراقه وهو قاعد في كرسي يخلصها له كلها. طيب. ويديها له، فده جزء من الكرامه. خليني في جزء اتحسن، انا معاك، بس خلينا ناخد النقط اللي قالها مساله حمايه المهندسين بالقطاع الخاص، وكمان عايز اخدك لنقطه المهندس المغترب خارج مصر. المهندس المغترب ده يعني بيتباع ويتشري فيه، ولغايه ما فقدنا كرامه المهندسين في كل الوطن العربي جايز والدول اللي حوالينا، وبقى بيتعامل الحقيقه معامله سيئه. يعني انا اول مره اعرف ان مهندس جوه مصر يقعد كمان مع العمال، كنت اسمع دي بره يعني في الخارج. الكلام ده فين من خطط الوزاره ان يبقى كل مهندس بيسافر مسجل معروف للنقابه معروف عقده، بحيث انه ما يتنهيش عقده بشكل تعسفي، ان اجره يبقى مناسب. انا معاك ان احنا عندنا مشكله في المستوى التعليمي وان في مهندسين تفوقوا علينا، بس لغايه ما نعمل ده ولغايه ما نرجع تاني ناخد يعني منصه التفوق زي ما بيقولوا، ازاي نحمي مهندسينا في الداخل في القطاع الخاص وفي الخارج في البلاد المجاوره؟ هو في الخارج ده هتبقى جزء منها مع الخارجيه ووزاره العمل، ولازم يبقى في كل العقود العمل الخارجيه لازم تبقى بتمر من خلالهم، والنقابه تدي افكارها واقتراحاتها عشان تبقى مضافه يعني، بحيث يبقى انت ضامن ليه ان هو يقدر يطلع بمرتب معقول جدا كمهندس، ما يطلعش على مرتب قد يتقاضاه في مصر يعني، والغربه ملهاش ثمن يعني لمجرد سوق العمل المفتوح. بس هي برضه عندنا مشاكل كتيره دينا النهارده، مش قادرين نمنع العمال تروح ليبيا يعني. يعني انت مش قادر تمنع بالظروف اللي حلال، ومش قادر تمنع لان سوق العمل عندك يعني. الحل الحقيقي هو تحسين الوضع الاقتصادي في مصر وتحسين سوق العمل المصري. لو انت رفعت سوق العمل المصري وحسنت سوق العمل المصري، ساعتها هتقدر المهندس اللي هيتنقل كان بياخد 3 هيبقى عايز ياخد 6 بره، لو بياخد 6 هيبقى عايز ياخد 12 لانه هيسافر.
فهي دي الحل الحقيقي. بس الناس عايزه تشوف جغرافيا الحلول دي. ما بقول لحضرتك ده يعني فين الخطط؟ انا ما بطلبش من حضرتك انك تحل بكره، بس اللي انا طالبه منك الخطه بكره. تقول لي يعني الخطة. لغايه فين؟ الخطه ان احنا عندنا قطاع من المحامين دلوقتي وتحول القطاع القانوني في النقابه لحمايه المهندس. يعني المهندس اللي النهارده احنا وقفنا مثلا مع يعني دي امثله خاصه، كانت المهندسه منال قصه مشهوره مع محافظ الجيزه، وتوقفنا كنقابه معاها موقف واضح وحاد لحقوق المهندس مع المحافظه. لكن القضيه كلها فعلا تحتاج تكاتف من جميع الاطراف، لان النهارده هي مش قضيه بس المهندس وبس، ده المهندس قد تكون المهندس والطبيب والمحامي. من اتحاد انا بدعو طبعا اتحاد النقابات المهنيه بشكل كامل لتدارك الامر وعرضه، وادي مجلس الشعب القادم هو الحمد لله يعني قد نلاقيه في شهر 5 الجاي، فيبقى عندنا قدره على ايجاد مشاريع حقيقيه لوزاره العمل ووزاره الخارجيه للطرح ده. والحاجه الثانيه ان قانون العمل الموحد في ثغرات كتير تحتاج حقيقه ان احنا نوجد لها حلول، لان النهارده المهندس محمد بيتكلم عن القطاع الخاص، القطاع الخاص النهارده وهو بيعمل لك العقد بيمضيك على استماره 6 في نفس اللحظه، ودي طبعا شيء غير قانوني. فانت النهارده فعلا عندك مطالب كبيره جدا تحتاج لحلول حقيقيه وحلول الموارد باشمهندس اسامه، انت عندك 550 الف مهندس او اكتر، وعندك مقرات وعندك انديه وعندك شغل يجيب موارد. يعني ده اللي عنده كشك سجاير بيعرف يكسب منه. فين يا باشمهندس؟ بس الموارد خلينا نتكلم بشكل حقيقي. اولا عدد المهندسين بيزيد، فدي نمره واحد. فعدد الناس اللي بتخش اكتر فلوس بتتصرف من موارد النقابه هي على المعاشات. يعني ال 100 جنيه اللي احنا اتضافت من 450 ل 550 كلفت النقابه بتاع 120 مليون جنيه سنويا، لان عندك 100,000 مهندس على المعاش. يعني دي بالتصور. المشكله الحقيقيه في القانون اللي احنا برضو منتظرين مجلس الشعب عشان جاز ربنا يرأف بحالنا شويه ان شاء الله، ان هو انك انت عندك الموارد مرتبطه ارتباط كامل من ساعه السبعينيات للمهندس احمد عثمان لما حطها واتمررت انك نسبه ثابته على الفلوس هي قروش وملاليم على طن الحديد. يبقى محتاجين تعديل بنسبه الموارد يعني انا مش ممكن اخد على الحديد نفس القيمه اللي كان لما طن الحديد ب 50 جنيه والنهارده ب 5000 جنيه. فنفس القيمه بتاخدها دمغات. عندك دمغات ثانيه كتير جدا بره الصندوق ما كانتش موجوده. يعني النهارده على الموبايل اتقدمتوا بمشاريع قوانين لتعديل هذه الفئات. اتقدمنا وخاطبنا وزير الاتصالات لان احنا بس للاسف عمالين عايزين ينهوا الوقت. للاسف الوقت خلص. قدمنا كل ده لوزير الاتصالات وفي مشاريع حقيقيه، واحنا عندنا مشروع لتعديل كل قانون النقابه نفسه ومعد وشبه خلصان ومنتظرين بس تمريره. يعني بنتمنى هاخد منكم كلمه اخيره. احنا المهندس محمد اسامه تحب تقول ايه في اخر حاجه احب اقولها؟ باشمهندس اسامه قال ان احنا محتاجين نضال ومحتاجين الشباب معانا، فاحنا يوم 7 فبراير ان شاء الله نازلين كلنا وبندعو النقابه ان هي تبقى واقفه معانا وننزل كلنا كل مهندسين مصر هيكونوا موجودين. وحابب اقول ان احنا لينا 60 مندوب في كل محافظه، يعني كل محافظه فيها مندوب، فلينا اكتر من 60 مندوب غير الناس اللي هم بينظموهم. فان شاء الله عددنا هيعدي. نازلين رايحين فين يعني؟ ايه؟ نازلين رايحين فين؟ نازلين عند النقابه ان شاء الله. واقفه يعني؟ ان شاء الله. يوم 7 الوقفه ليه؟ الوقفه عشان نطالب بمطالبنا ديت. والباشمهندس قال ان هم هيقفوا معانا. تمام. فاعتبر ده وعد على الهواء. بيحرجك يا باشمهندس اسامه. لا مش طيب المهندس محمد عبد الرحمن كلمه اخيره. معلش الوقت ما صعبش بس الردود سريعه اللي بيسعفني الوقت بسرعه. انا الحاجات الملخص اللي هرد عليها ان انا بطالب بتوقيت زمني. الكلام ده كله شاف ان كل المطالب دي استفسرت قبل كده كذا نقابه. يعني الدكتور ماجد خلوصي برده كان عنده مطالب زي دي، وفي 2 نوفمبر 2012 برده قال انه في مسوده اتعملت اللي هو قانون الكادر، والمسوده دي راحت فين؟ قالوا هتعرض على الرئيس. ما فيش رئيس، في رئيس تاني جديد، في نقابه جديده المفروض بيبنوا على بعض. المفروض لا في توقيت زمني، ما نفضلش كل ما نيجي نناقش يقول لنا لسه بنناقش. لا عايزين تواصل وعايزين تعديل قوانين. انا عارفين ان كل حاجه مش دور النقابه، عايزين النقابه هي تكون يعني واجهتنا في تعديل القوانين دي والضغط على الحكومه ومجلس الشعب الجاي. لازم يكون في مسودات قوانين موجوده، احنا لازم نلاقي توقيت. اخر حاجه اخر حاجه برضه بناكد ان احنا مش ند مع النقابه. احنا بنروح من بيتنا الكبير اللي هو النقابه. هنكون موجودين 7 فبراير ان شاء الله عند النقابه، هنقول مطالبنا بصوره اوضح للناس كلها، هيفهمون احنا عايزين ايه. نرجو من النقابه انها نكون دارسه موقفنا وتكون في مواعيد واضحه لانهاء كل النقط اللي احنا عايزينها. في النهايه والله بعد في نقطه ان النقابه 30 شارع رمسيس عشان ده الاستقلال بتاعها، وهي بيت لكل المهندسين. واحنا كمجلس اعلى احنا بقالنا 6 اشهر وشغالين وفي نتائج ابتدت تظهر، واتمنى ان هم يساعدونا ويقفوا معانا ويكونوا حافز ويخشوا كمان اللجان للعمل الحقيقي جوه.
يعني بالتاكيد بندعي لكم بالتوفيق، وانا اسف الوقت كان ضيق، محتاجين حلقات تانية. بشكركم المهندس محمد اسامه احد مؤسسي حركه احياء مصر، المهندس اسامه بسيط عضو المجلس الاعلى لنقابه المهندسين ورئيس لجنه الرعايه الصحيه، المهندس محمد عبد الرحمن احد مؤسسي حركه احياء كرامه المهندس. بشكركم شكرا جزيلا. كل الاحلام الكتيره دي مطلوبه من نقابه المهندسين ومن السيد النقيب ومن المجموعات اللي موجوده دلوقتي. المهندسين كتير، 550 الف مهندس، احلامهم وطموحهم على قدر تعليمهم وقدر ما اجتهدوا وقدر كمان عددهم الكبير، وان يعني كانت قوتنا الناعمه في فتره مهمه جدا من فترات تاريخ مصر هو المهندس المصري. بالتاكيد المطالب كتير وبالتاكيد الاحلام كتيره، واحنا كمان مقدرين ان النقابه هتبذل مجهود كبير جدا ان شاء الله ان هي تستوعب هذا الطموح. في نهايه الحلقه بتاعتنا النهارده بشكر حضراتكم ونشوفكم بكره ان شاء الله، وصباح الفل على حضراتكم.